تعالى نتكلم بهدوء. خليني أسألك سؤال. عمرك اتناقشت مع حد وكان واضح جدا إنه غلط ومع ذلك فضل يدافع عن نفسه لآخر لحظة؟ يمكن تكون استغربت وقلت بينك وبين نفسك، هو ليه ما اعترفش إنه غلط وخلاص؟ الغريب في علم النفس بيقول إن الموضوع مش دايما كبر أو عناد، أوقات بيكون أعمق من كده بكتير. في علم النفس في مفهوم اسمه التنافر المعرفي. ببساطة لما الإنسان يكون مؤمن إنه شخص كويس وعاقل وبيفهم، وبعدين يكتشف إنه غلط، العقل بيحس بتوتر. التوتر ده بيخليه يحاول يدافع عن نفسه قدام الناس وقدام نفسه كمان. عشان كده تلاقيه يبدأ يقول: أصل أنت فهمتني غلط، الظروف هي السبب، أنا كنت مضطر. وأوقات يقتنع فعلا بالكلام ده، مش لأنه كذاب أو بيحب الكذب، لأن عقله بيحاول يحافظ على الصورة اللي رسمها لنفسه. طيب الفلاسفة قالوا إيه؟ سقراط كان بيقول إن بداية الحكمة إن الإنسان يعرف إنه ممكن يكون غلط، وكان شايف إن الاعتراف بالجهل مش ضعف، دي بداية المعرفة. أما الفيلسوف الروائي ماركوس فكان بيقول: لو حد أثبت لك إنك غلط غير رأيك، لأن الهدف مش إنك تكسب النقاش، الهدف إنك تقرب من الحقيقة. يمكن المشكلة إننا بقينا بنتعامل مع الاعتراف بالغلط كأنه هزيمة، مع إنه في الحقيقة واحد من أصعب صور الشجاعة. إنك تقول أنا كنت غلط من غير ما تحاول تبرر، ومن غير ما تدور على شماعة. خليني أسألك سؤال أخير. آخر مرة اعترفت فيها إنك كنت غلط كانت إمتى؟ وهل كان الاعتراف ده صعب ولا ريحك؟ سيب إجابتك في التعليقات ونكمل كلامنا بهدوء.